وسيرا على هدى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط. وبعد أداء صلاة العيد تقدم للسلام على صاحب الجلالة وتهنئته بالعيد السعيد رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب. إثر ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. وبالقصر الملكي تقبل جلالة الملك التهاني بمناسبة عيد الأضحى من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. كما تقدم للسلام على جلالته وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الهيئة الوزارية وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.